صحافتنا بكره بقى، تعالوا شوفوا بعض الصور بدون كلام كده. يعني ارهاب الجماعه في الجامعات. هنشوف بعض الصور، ولو حضراتكم راضيين عن تلك الصور يبقى لكم الامر. يعني انا صحيفه التحرير الاستاذ محمد شوقي طلبت الجماعه، وهنا منشآت وسيارات في عين شمس والجماعه تغلق ابوابها، وهنا الاستاذ محمد شوقي. بصوا للصوره دي كويس قوي، يا ريت تقدروا توسعوها يا شباب اكتر من كده. الصوره دي قدام جامعه عين شمس. لو يرضي حضراتكم ده، لو يرضيكوا، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ انتوا عايزين ايه؟ انتوا في مقابل انه جماعه الاخوان عايزين تعودوها للحكم وعايزين تسيطروا وعايزين تعملوا اللي في دماغكم، يا بلاش يا تولعوا في البلد. لا، البلد مش هتولع. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ الصوره اللي قدام حضراتكم دي تنبؤ بايه؟ ده النهارده قدام جامعه عين شمس، شماريخ في جامعه عين شمس، شماريخ في جامعه عين شمس. صوره تانية، ده الاستاذ محمد شوقي، نشكره شكر جزيل. الوفد، تصوير الاستاذ محمد سعيد، طلاب الاخوان داخل جامعه الزقازيق. ينفع ده؟ هاتوا بعد الصوره دي يا شباب، بعد صوره التحرير. ادي الوفد، هتلاقوا قدام حضراتكم مئات الاخوان او طلاب الاخوان داخل جامعه الزقازيق. الاستاذ زكي السعداني، عبد الله ضيف، محمد عبد الحميد، محمود الشاذلي، ياسر مطري، محمد سعيد. والتصوير الاستاذ محمد سعيد. طلاب الاخوان داخل جامعه عين شمس. ادي جامعه عين شمس، وادي الصوره اللي على اليمين جامعه الزقازيق، والصوره اللي على الشمال جامعه بورسعيد. هل ممكن جامعه عين شمس، هل ممكن ناخد الصور ولا كنت عايز اوسع لحضراتكم الصور، لكن يبدو بس ادي الاهرام قدام حضراتكم. وسعوا لي يا شباب الصور لو ممكن، ولما تاخدوها لوحديها كده بيقولوا لي بس. دي سياره مهشمه قدام جامعه عين شمس تجسد الحاله التي عليها تصوير الاستاذ محمد حسنين. انا بس اناشد الزملاء في الاهرام. الاهرام فيها واحد من افضل اقسام التصوير في مصر. اهتموا بالصوره شويه. يعني هل ده يعني دي صوره في مقابل الصور الثانيه. الزملاء في الاهرام في القسم التصوير، انا عارف هم بيصوروا، واكيد راحوا جامعه عين شمس وصوروا صور افضل من دي مليون مره. يعني دي صوره معناها انه طب ما في صور وراها. يعني انت خدت صوره عربيه بس مهشمه، طب ما في حالات عنف وراها، بغض النظر مين اللي عامل العنف. انا بتكلم على طبيعه الموقف. يعني احنا وقفنا عند صوره الاستاذ محمد حسنين، اكيد الاستاذ محمد حسنين مصور صور ثانيه يعني اكثر دلاله من هذا الوضع. ادي من نفس النظام جامعه عين شمس. ادي صوره جامعه عين شمس من الاستاذ مصطفى السيد من المصري اليوم، هتشوفوها قدام حضراتكم. شوفوا الصوره بتاعت المصري اليوم والصور في الصحف الاخرى. ادي الصور قدام حضراتكم. هل يعقل ان دي تبقى جامعه؟ يعني دي ساحه قتال، ولما تيجي الشرطه تتعامل مع هؤلاء الطلبه وتعمل مثلا قنابل مسيله للدموع، بنقف ونقول ازاي الشرطه تعمل كده؟ هل ده يعقل؟ انه ما وراناش شغلانه دلوقتي ان احنا نروح الجامعه ونروح المدرسه ونفضل نتحرش ببعضينا كده بالطريقه الملفته دي؟ اعتقد ان الامور محتاجه اعاده نظر، لانه كده مش كويس. يعني كده بجد مش كويس. يعني لازم نشوف حل في هذا الاطار. يعني